بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي في كل مكان، حياكم الله وبياكم. وأسعد الله أوقاتكم. ندخل في الموضوع اليوم إن شاء الله. أنا حبيت أدلو بدلوي في موضوع مونديال قطر 2022. هذه التظاهرة اللي انتشرت في وسائل الإعلام وكالنار في الهشيم، يعني وصار الاهتمام يعني مركز عليها، اهتمام يعني عظيم مركز عليها. والجدير بذكر هو مشاركة الفريق المغربي في هذه المنافسات الدولية العالمية للحصول على كأس العالم. حبيت نقول أننا لازم ننتهز هذه الفرصة، ولو أنني أنا شخصيا من مقابلة مصر الجزائر اللي كانت فيها حدث فيها خلاف كبير بين الشعبين، أو بين حتى ما نكبرش الموضوع بين المشجعين أو بين أطراف أخرى لا داعي لذكرها. كان أثير خلاف كبير بين الفريقين وبين الشعبين، وحصلت أحداث ما كنا نتمنى أن تحصل. ولا أتكلم عن على هذا الموضوع لإثارة وإحياء الخلاف، وبالعكس حتى نقولكم أنه هذاك الخلاف كان تافه، ما كان لازم نعملوا هذاك الخلاف. لأن الموضوع كان تافه. إنه كرة القدم، يعني كيف كرة القدم تخلينا إحنا أشقاء وإخوة ودين واحد ولغة واحدة وأرض واحدة نختلف على لعبة، نختلف على كرة اللي أنا نسميها كرة قدم، كان نسميها الكرة الملعونة، اللي أصبحت زي ما نقولوا عندنا شحمة في المثل الجزائري يقول لك شحمة بين قطوطة أو قطط ترمي لهم شحمة يصيروا يتخانقوا عليها ويجرحوا في بعضهم بعض عشان ياكلوها. فعيب لما نكون مسلمين ونتخانقوا على كرة القدم. من هذاك اليوم أنا طلقت كرة القدم، ما عادش نتفرج كرة القدم. لكن الموضوع تاع المونديال كان أكبر من أنني أتجاهله أو ما نشوفوش. فأنا حابة نقول أنه لازم إحنا بمناسبة هذه، بمناسبة المونديال، لازم ناخذوا النقاط الإيجابية من هذه التظاهرة، ما ناخذوش النقاط السلبية أنه نتلهوا على ديننا وننشغلوا على حياتنا ونتفرجوا عليه. لا، ناخذوه من الجانب الإيجابي. المونديال هذا بالنسبة لي أنا راح يكون بإذن الله تعالى راح يوحد الشعوب العربية وحتى الشعوب الإسلامية، لأن هذه الفريق المغربي راح إن شاء الله بإذن الله تعالى راح يوحدنا ووحد مشاعرنا. لازم بإذن الله تعالى لما يفوز هذا الفريق لازم ننزلوا كلنا نحتفلوا بالانتصار. ما هوش انتصار في الكرة، أنا الكرة ما نعطيش أهمية، هو انتصار على أنفسنا وعلى نفسياتنا السلبية وعلى مشاعرنا السلبية، ننتصروا عليها ونخرجوا نحتفلوا بانتصارنا على نفسنا، مش بانتصارنا بكأس العالم، انتصارنا على نفسنا، وأننا كنا إخوة. ما في مشكلة إذا أخذت، وين المشكل إذا أخذته المغرب ولا أخذته مصر ولا أخذته الجزائر ولا أخذته تونس، وين؟ بالعكس إحنا إخوة. لازم نطلع ونحتفل، نحتفل بلمتنا، نحتفل بانتصارنا على نفسنا، على سلبياتنا وعلى كل شيء فينا، نحتفلوا. والجزائريين أولى بكل الشعوب أنها تحتفل. الجزائر هي جارة المغرب، والله سبحانه وتعالى قال والجار بالجنوب، الجنوب هو اللي جنبك، اللي بابه أقرب ليك. فإحنا أولى أننا ننزلوا بإذن الله تعالى في على ما أظن في ماتش في يوم الأربعاء مع فرنسا، احتفالا بالفوز ننزلوا نحتفلوا بأننا إخوة. ما نحتفلوش بكرة، نحتفلوا بأننا إخوة. ماشي، نحتفلوا إن شاء الله بالنهائي لما تفوز المغرب. يعني المغرب تفوز راهو شعار لنا أو انتصار لنا على أنفسنا ويجعلنا هذا الفوز نتجمعوا ونقولوا إحنا إخوة، ما في مشكل. وين المشكل؟ يعني هل الأجانب، أنا حبيت نسأل، هل الأجانب هذو اللي مش مؤمنين اللي مش مسلمين أحسن مننا إحنا المسلمين؟ لما يخلصوا الماتش يصيروا يحضنوا بعض بكل روح رياضية ويتمنى له ويهنيه بالفوز وانفضت اللعبة وخلاص، كل واحد يروح لحال سبيله. خلاص مجرد لعبة وانت ربحت، مبروك عليك، وانا ما ربحتش، المرة الجاية نربح وانتهى الموضوع. وين المشكل؟ وين المشكل؟
إذا حبيت نقول لكم أولا ناخذوا هذه التظاهرة من الجانب الأول، أو النقطة الإيجابية الأولى أننا جمعنا. هذا التظاهرة ما لازمش تفرقنا، لازم جمعنا. وإن كانت الكرة أساسا اللي اخترعها واللي عملها كان عنده هدف انه يفرق، ما كانش عنده في انه يجمع. بس احنا راح ناخذوا العكس، راح نتجمعوا بهذه الكرة وننزلوا وتتوحد مشاعرنا، كنا مع بعض نصيروا وحدة واحدة. هذه النقطة الأولى. النقطة الإيجابية الثانية في الموضوع يا إخوان، كونوا على علم بأن بعد مونديال قطر الشباب العربي خلاص راح ينفض عن الكرة هذه، راح تصبح مجرد تسلية. مثل ما قال واحد، قال نكتة وفيها حكمة عظيمة، قال إذا المغرب فازت بكأس العالم معناتها كأس العرب وكأس إفريقيا مجرد فناجين. قد تكون نكتة ولكن فيها حكمة. صح يا أخي، أنت قلت نكتة ولكن صح. بعد مونديال قطر كأس إفريقيا وكأس العرب خلاص راح يصيروا فناجين. الشباب ما راح يقبل على هذه المواضيع إلا للتسلية. هذه واحدة. ثانيا الشباب راح يكون عنده طموح للمونديال. أي واحد بعد مونديال قطر أي شعب بعد مونديال قطر راح يكون طموحه للمونديال، راح يكون طموحه إنه فريقه ما يجيبلوش أقل من المونديال. وهو يعلم إنه مستحيل أو من الصعب إنه في دولة ثانية عربية راح تاخذ الكاس. هي فرصة قطر فقط، لازم ننتهزوها يا إخوان. ما في دولة ثانية راح تاخذ الكاس. صعب جدا. وشفنا احنا مئات السنين وحنا نجروا وراء كاس العالم، نجروا على السراب. هذه فرصة احنا ناخذوه ان شاء الله، ناخذوا هذا الكاس عشان الشباب يبطل تماما يتفرج على هذه الكرة، تصبح كالبلاي ستيشن وتسلية فقط. ما يصبحش الشعب او الشباب يعني مرتبط بهذاك الارتباط اللي يخليه يتمسك بها في المقاهي وفي البيوت، ويبطل الصلاة ويبطل مشاعره الدينية ويبطل حياته اليومية ويفكر بس في الكرة. خلاص مونديال قطر قضى على الكرة، هذه الكرة الملعونة. وشو كمان حبيت نقول لكم، اللهم صل على النبي. إذا في الختام حبيت نذكر بأنه إن شاء الله يوم الأربعاء نكونوا متواجدين في الشوارع، ننزلوا نحتفلوا، وكذلك في المقابلة النهائية نحتفلوا ونكونوا إخوة مع بعض ونتجمعوا مع بعض، نكونوا يد واحدة. مثل ما قال الشاعر المصري المشهور هشام الجخ، قال لك كيف ما يجمعه الله تفرق ما استغفر الله ربي شو قال ما يجمعه الله ما تجمعه يد الله لا تفرقه الفيفا. فيها معنى كبير صراحة، فيها معنى كبير. ما لازمش الكرة تفرقنا أبدا، لازم دايما نكونوا مع بعض، نكونوا واحدة. هذا فقط اللي كنت حابة نقوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا عجبكم هذا الكلام، إذا شفتوا فيه فايدة انشروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.